السلام عليكم ورحمة الله متتبعين قناة مطبخ اليوم. جيتكم بفيديو جديد. اليوم غادي نحضر معاكم الرفيسة بالدجاج والحرشة. خليكم معايا. غادي نبداو بسم الله على بركة الله. غنحتاجو هاد المكونات. عندنا هنايا الدجاج على حسب الافراد، شحال ما بغيتو ديروا دجاجه او نص دجاجه ماشي مشكل، القياسات اللي بغيتو كديروهم. مهم انا نوريكم الطريقه. عندنا 2 بصلات كبار، عندنا هنايا واحد المعلقه كبيره ديال الحلبه، معلقه كبيره ديال الحب رشاد، عندنا فليفله حاره، راس ديال الثومه، الربيع مربط، عندنا واحد مطيشه منقيه ومقطعه مربعات صغار، نديرو البصله ديالنا في الطنجره. انا قلت لكم البصله والدجاج على حسب افراد الناس، بغيتو ديروا الدجاجه كامله كديروها، بغيتو نص دجاجه، بغيتو شويه، على حسب افراد الناس اللي عندكم. غادي نضيفوا الدجاج ديالنا، غنضيفوا التوابل، معلقه ديال السكينجبير، معلقه الخرقوم، معلقه د الابزار، معلقه ديال راس الحانوت مسخن، نص معلقه ديال الملحه طبعا ما كتكتروش، الملحه حسب الذوق، حتى كتذوقوا عينكم ميزانكم، معلقه صغيره ديال السمن، صافي. دابا كنحطوها فوق النار، كنديروا الزيت تقريبا كاس لاروب ديال الزيت، مخلط الزيت البلديه والروميه، كنحطوها على النار كتشحر شويه، النار تكون ناقصه حتى كتشحر مزيان، عاد كنزيدوا النار باش هذوك التوابل كيتشربوا في الدجاج ديالنا. من بعد ما كتشحر شويه كنزيدوا مطيشه، كنحركوا باش الرفيسه ديالكم كتجي زوينه ومعلكه وبنينه. المرقه ضروري خصها تجي خاتره. دابا ضفنا الحلبه وحب رشاد، من بعد ما غسلناهم وخليناهم راقدين شويه في الماء، زدنا الربيع، ثومه، فليفله حاره غنخليوها من بعد عاد نديروها، فليفله دغيا كطيب حتى الاخر. دابا غادي نزيدو واحد 3 د الكبدات، باش هنايا غادي نشارك معكم الكاشير ديال الرفيسه، كيتواتى مع الرفيسات بجوج، رفيسه د الحرشه والرفيسه ديال التريد. اللي كتعجبو الرفيسه ديال التريد او الرغايف يخليها ليا في الكومونتيرات نشاركها معكم. دابا غادي ندوزو نحضروا الحرشه. نحتاجو هنايا تقريبا واحد الكيلو لاروب ديال سميده بيضه. بالنسبه للسميده اللي بغيتو الصفراء ولا البيضه ماشي مشكل، بحال هنايا غادي نديرو واحد شويه ديال الملحه، وغنديروا واحد القطيره د الزيت. هاد الحرشه ماشي بحال الحرشه اللي كناكلوا عاديه،
يعني ديك القطيره د الزيت كتساعدنا غير باش ملي كنبغيو نفرتو الحرشه ديالنا كتفرتت معانا دغيا ما كتعذبناش. صافي كنقصو شويه كنخليوه على جنب باش كنقرصوا الحرشه ديالنا. كنبداو نخويو الماء شويه بشويه وكنخلطوا هذيك السميده غير بالصبيعات بالاطراف ديال الصبعين ديالنا، ما كتحتاجوا لا تدلكوها لا والو، غير بصبيعاتكم كتبقاو تجمعوا بحال اللي كديروا الحرشه العاديه اللي كنشربوها مع اتاي. كتبقاو تخويو الماء شويه بشويه باش ما كتجراش ليكم. كتحاولوا تحركوا بصبيعاتكم مزيان، كتحسوا بهذيك السميده كامله فزقات بالماء، ما بقاتش شي بلاصه باش ما تجيكمش مكوره. صافي كتجيبوا المقله ديالكم كتكون مدهونه بشويه ديال الزيت، كترشوها بشويه ديال السميده، هذيك شويه ديال السميده اللي نقصناه، كتكبوا الحرشه ديالكم. صافي كنقرصوها على هاد الطريقه هذه، كنبقاو نقرصو وكنرشوا شويه ديال السميده، والحرشه ما تجيش غليظه، الحرشه كتجي شويه ما غليظاش وما رقيقاش، باش هنا هكا ما كتجيش معاكم معجنه، كتجي زوينه، كتجي مفركه في الرفيسه ديالكم. صافي دابا حطيناها فوق البوطه طيب حتى كتحسوا بها طابت مزيان من التحت، عاد كتقلبوها يخليوها كطيب على خاطرها. صافي كتقلبوها، هي هاد السميده البيضاء واخا كتبان لكم بيضه راها كتكون طايبه. هنايا من بعد دوك الكبدات طابو جبدناهم، كتوركوا عليهم بالفرشيط على هاد الطريقه هذه. الا جاوكم ناشفين كتزيدوهم شويه د المرقه، شويه د المرقه من الرفيسه نيت. الا كانت الكبده بزاف كطحنوها في الخلاط الكهربائي، الا كانت غير شويه بحال هكا كتوركوا عليها غير بالفرشيط، كتحاولوا تفرتوها مزيان كامله كتفرتت. صافي هنايا كنجيبوا هذا البول هذا كنخويو الكبده ديالنا، كنديروا واحد شويه د الربيع، غير الربيع بوحدو، القزبر بوحدو، مدقوق مع الثومه، واحد جوج رويصات ديال الثومه، كنزيدوا الكاشير مقطع على هذا الشكل هذا. الكاشير هنا الدور ديالو كيزوق لينا الكاشيره من الداخل، ملي كنقطعوها كتجي مزوقه. هنايا عندنا التوابل نفس اللي درناهم في الرفيسه كنديروهم هنايا. عندنا سكينجبير، الخرقوم، راس الحانوت، الابزار. باش هذيك الكاشيره كتجي ملي كتجيو تاكلوها كتلقاوها منسمه بالعطريه والمسخن، كتلقاوها زوينه. وواحد شويه ديال زيت العود، قياس 2 معالق كبار ديال زيت العود. كتخلطوا داكشي مزيان كيتجانس مع بعضياتو. عندنا هنايا واحد 3 د البيضات،
البيض على حساب الكبده، الا كانت الكبده بزاف كتزيدوا البيض. هنايا 3 الكبدات، هزوا ليا 3 البيضات، كنطربوهم مزيان، عاد كنخويوهم على الخليط. كتخلطوا الخليط ديالكم مزيان. انا هنايا نسيت حب رشاد ما درتوش. عاد ضفتو دابا صافي. كتخلطوا داكشي مزيان، كنجيبوا سلوفان كتطلقوه على شي طبيصيل هكا، كتخويو هذاك الخليط ديالكم على هاد الطريقه. صافي، وكتحاولوا تلفوه بحال هكا، بحال اللي كديروا الكاشير العادي. كتبقاو تلفوه هكا بالسلوفان مزيان باش ملي كتخشيوه يطيب ما كيطرطقش معاكم. غادي نعاود نفرش السلوفان وغادي نلويه عاوتاني. غادي نعاود نضوبلو شي 3 المرات بالسلوفان باش هكا ما كيطرطقش معاكم. صافي، دابا من بعد ما لفيتو 3 المرات كنجي من الجناب ديالو كنعقدو على هاد الطريقه هادي باش ما كيتحلش. كتجيبوا شي كيغدو كتقبوه شي 2 تقيبات ولا 3 باش ما يطرطقش معاكم في الطنجره. صافي، كنديروه في الطنجره ديالنا يطيب هو هذيك الفليفله. الحرشه ديالنا ها هي جبدناها. من بعد ما جبدناها فرتتناها على هذا الشكل هذا. كتجي فتيوتات صغيورين. انا راك كنصور معكم كيفاش كتفرتت. لقيت الكاميرا ما كتصورش ليا، ماشي مشكل، ها هي واضحه في الصوره كيفاش كتجي على هذه الطريقه. صافي، هنايا الرفيسه ديالنا ها هي طابت. حيدنا الدجاج وحيدنا ديك الفليفله الحاره حتى هي، الرويس ديال الثومه، الكاشير حتى هو ها هو طاب. 21 دقيقه كيطيب. صافي، كنقيو ديك الرفيسه يعني ما تكون فيها حتى شي حاجه، كنحيدو كل شيء منها، كنحيدو الثومه، كنحيدو الفليفله الحاره، كنحيدو كل شيء. غادي نحتاجو واحد نص لتر ديال الحليب. هذا هو السر في الرفيسه ديال الحرشه باش كتجي معلكه وزوينه. غادي نضيفو داك نص لتر ديال الحليب، هي كتكون باقا سخونه. صافي، كنبداو نخويو الحرشه شويه بشويه، ما كتخويوش في دقه، غير بشويه بشويه. وانتم كتخويو هذيك الحرشه حتى كتخويو الحرشه ديالكم كامله على هذا الشكل هذا. غير جربوا هذه الطريقه غادي تعجبكم بزاف، غادي تبقاو ديما ديروها. صافي، وكتحركوا كنحركوا داكشي مزيان، كنحركوا كنخليو البوطه قليله، كنسدوا عليها طنجره، كنغلقوها وكنبقاو مراقبينها. الكاشير ديالنا ها هو من بعد موجد، غنقطعو معاكم تشوفوه كي جا. كيجي زوين بزاف، جربوه غادي يعجبكم. كيجي على هاد الطريقه هادي. هذاك الكاشير كيزوق لينا الكاشيره ديالنا من الداخل باش كنزينو به الرفيسه، وحتى في المذاق كيجي زوين بزاف. دابا الرفيسه ديالنا ها هي شربات ديك المريقه، كتجي على هاد الطريقه هادي، كتجي مفركه. دوك الفتيوتات ديال الحرشه كيجيو مفرتين، كيبقاو مفركين. يجيب لكم الله الا
الا خشيتوها في المرقه غادي تعجن ولا شي حاجه، ما كتعجن ما والو، كتجي هكا كترطاب وكتجي زوينه ومعلكه. ها هي غادي نقدموها في القصريه ديالنا، هي وجدات. صافي كنحطوا الدجاج ديالنا في الوسط، كنزينوها بالكاشير اللي وجدنا. كنزينوها حتى بالبيض، كنزينوها على هاد الطريقه هذه، كتجي زوينه بزاف. اللي كتعجبو هاد الرفيسه ديال الحرشه يخليها لي في الكومونتير. ها هي الرفيسه ديالنا واجده بالصحه والراحه. الا شفتوا الفيديو عجبكم ما تنساونيش خليو لي لايك وخليو لي كومونتير زوين، واللي ما مشتركش في القناه يشترك. بالصحه والراحه.